العام في الأردن يشمل من الشحن الثقيل اللي هو الشاحنات حتى التاكسي الأصفر. احنا عندنا شيء عريض هذا متفقين عليه كامل بضمن كاملين قطاع نقل، هذا وهو المحروقات. المحروقات معاليك نهبت لنهب. يعني الآن أنا إذا بدي أقطع في نقلة بسيطة بعض الأحيان الشوفير اللي على السيارة أنا بدفع له من جهة. فقررنا نوقف الخسارة. لأنه بقول لك مثل وقف الخسارة ربح يا عمي. أنا أمشي وأخسر ما بتمشي معي. أنا كيف بدي أظل أخسر وأخدم بلدي؟ ما بقدر أمشي على الطريق. فقلنا يا عمي إحنا خلي سياراتنا واقفة على أساس إنه عل وعسى نلقى أذان صاغية من الحكومة أو من المسؤولين يساعدونا في حل القضية. هذه مشكلة المحروقات، شيء رئيسي معاليك، هذه موجودة بنعاني منها معاناة شديدة جدا. وأنا زي ما بسمع بقول لك مثلا أنزل لك شلن، أنزل لك 10 قروش، ما بتخدمني حل مؤقت. أنا بدي حل جذري، حل يريحني ما يخليني كل يوم أعتصم أو إني أوقف سيارة. إحنا بنعرف مدى الضرر قبل ما تنضر الحكومة. إحنا كأصحاب مالكين سيارات إحنا متضررين، لأنه إحنا ما في رواتب، ما في تأمين، ما في أي شيء عندنا. إذا اشتغلت على السيارة أكلوا عيالي. أنا صار لي اليوم 11 يوم عتبنا على الحكومة 11 يوم ما في مسؤول حكومي وصلنا على الموقع. وأنا ونلمس لكم عذر، قد يكون برنامجكم مليان. لا ما في شيء أبدا، ما في شيء أبدا من المواطن. نعم. إحنا بالنسبة لنا بداية هذا بيت الشعب، هذا لكم. إحنا هون لكم. واليوم إن شاء الله إحنا من 4 أيام نتواصل مع الحكومة، وشكلنا لجنة من الحكومة والنواب، رئيس لجنة النقل أو لجنة النقل والمالية والطاقة. وهي كمان رئيس لجنة العمل موجودة كمان. يعني اليوم إن شاء الله غير نشرع حلول. يعني إحنا بنمر بضائقة اقتصادية صعبة على الدولة لعدة أسباب، منها الكورونا وارتفاع النفط عالميا إلى أمور، ولكن إحنا في النهاية أكيد مع المواطن. وأنتم بالنسبة لكم أصحاب الشاحنات والحافلات إحنا نشعر بمشكلتكم، بس برضه كمان نراعي موضوع مهم، إنه في مرضى لهم أدوية، في ناس سعادتك احنا ما وقفنا يعني لا اكمل لك. احنا اليوم بدنا نسمع منكم تفاصيل.